اهلا بيكم. انا مريم غنيم من قناة مع بعض، والنهاردة هقول لكم عن اهم 6 حاجات اتعلمتهم من امي وفادتني كتير في حياتي وفرقت في شخصيتي وتصرفاتي، فحبيت اني اشاركها معاكم النهاردة. اول حاجة اتعلمتها من مامتي وهي القراية. مامتي دايما كانت بتقرا كتب كتير وهي بتحب تكتب وكده، فدايما كان في البيت عندنا زي مكتبة، ومن وانا صغيرة كان عندي زي فضول وحب استطلاع ان انا اشوف ايه اللي موجود في الكتب دي، ودايما كنت حابة اني اقرا عن مواضيع مختلفة، وده اللي خلاني لما كبرت شوية بقيت اقدر اقرا كتب لكتاب كبار زي مصطفى محمود وديستيوفسكي وناس كتير معظم اللي في سني مش بيقدروا ان هم يفهموا كلامهم او يستوعبوه. فالقراية خلتني عندي معلومات كتير عن حاجات ومواضيع معظم اللي في سني ما يعرفوهاش قوي او ما عندهمش خلفية عنها. فدي بصراحة اكتر حاجة انا استفدت منها وحبيتها، والفضل كله يرجع لأمي. تاني اهم حاجة اتعلمتها ان ما زاد عن حده انقلب ضده. مامتي ما كانتش من النوع دايما اللي عند جيرانه وجيرانه عنده، كان في مودة بس بحدود. علمتني ان ما ينفعش كل حاجة احكيها للناس، وبالذات اسرار البيوت ما ينفعش اروح اقولها لاي حد، وان لازم احترم خصوصية الناس وما اتدخلش في اللي ماليش فيه. كمان ما كانتش بتتكلم عن الناس كتير او بتجيب في سيرة حد طول الوقت، وده يمكن اللي خلاها تركز اكتر على حياتها هي وتهتم بنفسها، ودي حاجة مهمة قوي برضو اتعلمتها منها. تالت حاجة، كنت بلاحظ على طول انها بتطلب مساعدة من الناس، مثلا لو مش متأكدة من عنوان توقف كذا حد في الشارع وتسأله عادي، والناس كمان بيكونوا مبسوطين ان هما بيقدروا يساعدوها بحاجة بسيطة زي دي. فانا بصراحة في الاول كنت بتكسف اني اوقف اي حد في الشارع اسأله او اتكلم مع ناس معرفهمش، بس بعد كده عرفت ان الموضوع ده مهم قوي، وان مش عيب ان انا اسأل عن حاجة معرفهاش مرة واتنين وتلاتة لحد ما اعرفها. رابع حاجة، كانت دايما بتحذرني وبتلفت نظري ان ما ينفعش اي حد يلمسني، ما ينفعش اي حد يحط ايده عليا من وانا صغيرة، ولو حد حاول انه يتخطى حدوده معايا كانت بتقولي صوتي ولمي الناس عليكي في الشارع وما تتكسفيش لان ده حقك. وكنت بقعد اضحك على الحوار ده، بس لما كبرت فهمت فعلا هي قصدها ايه وبقيت واعية، وده خلاني اتجنب مواقف كتير واخد حذري وما اقعش في فخ ناس كتير بتقع فيه. كمان لازم الانسان يفرض احترامه مع الناس، اي حد كان بيتجاوز حدوده معاها كانت بتعلمه الادب قدام الناس كلها. انا فاكرة ان كان في راجل جاي يشتري مننا شقة، وهو طبعا سأل علينا قبل ما يتعامل معانا ويشتري مننا حاجة وكده، فلما جالنا وقعد معانا قال لنا جملة غريبة قوي، قال لنا حتى لو مش هشتري شقة خالص انا بس كنت عايزة اشوف مين الناس المحترمة ومين الست المحترمة اللي الناس كلها بتشكر فيها دي وبيشهدوا بأخلاقها. فالموقف ده علمني ان اخلاقي وسمعتي هما اهم حاجة في حياتي، وان حتى بعد ما اموت السمعة والسيرة الطيبة هما اللي بيفضلوا للإنسان. خامس حاجة، مامتي ما كانتش بتضغط عليا قوي في حوار المذاكرة، ولا كانت بتقولي ان لازم اطلع الاولى واقفل كل المواد، ولو حتى نقصت او جبت درجة مش حلوة ما كانتش بتقعد تعايرني وتقولي مثلا انا مش منقصاكي حاجة عشان تنقصي، او انا قصرت معاكي في ايه والكلام اللي بنسمعه ده. هي بس كانت بتشجعني اكون افضل في كل مرة اغلط فيها، وفهمتني ان الغلط في حد ذاته مش عيب، العيب اني استمر في غلطي، وده اللي خلاني اجتهد واذاكر من نفسي وابقى عايزة اطلع الحلو اللي جوايا كله، واجتهدت وجبت درجات كويسة قوي من غير ما احس بتأنيب الضمير او اني مش كافية. اخر حاجة بقى هي حاجة ليها علاقة بالطبخ اكتر. الاول ما كنتش فاهمة يعني ايه الست دي نفسها حلو في الاكل، بس لاحظت ان مامتي لما بتيجي تعمل اكل وهي مودها حلو الاكل بيطلع حلو قوي، ولو مثلا عملت اكل وهي متضايقة الاكل بيبقى طعمه مش قد كده. فلو انت مودك مش حلو ما تعملش اكل، لو انت مودك حلو وعملت اكل مكرونة مثلا هتطلع حلوة قوي لانك هتكون عاملها بحب وبنفس. بس دي كانت اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها من مامتي، وفعلا فرقوا في شخصيتي وتصرفاتي. في حاجات تانية كتير بس انا محبتش اطول عليكم قوي في الفيديو، فلو عايزين بارت 2 او كده اكتبولي في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة
على قناة مع بعض. باي باي.